طيارة بتظهر مرة تانية بعد اختفائها بركابها لمدة 5 سنين، وبيكتشفوا ان عندهم قوة خارقة بيستخدموها في الخير. انتوا بتسمعوا محمد شمس، وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. بسبب سوء الاحوال الجوية بتنتقل الرحلة سنة 2013 لرحلة رقم 828، وهي رحلة احتياطية، وبيكون بين الركاب شرطية اسمها ميكيلا واخوها بن وابنه كال المصاب بالكانسر، واللي قدامه 6 شهور بس في حياته، ومسافر للعلاج مع ابوه. وفي طريق الرحلة بتدخل الطيارة في مطباتها هوائية، لكنهم بيخرجوا منها سلام وبيوصلوا المطار، وبيهبط قائد الطائرة، لكن بيتفاجئوا ان في انتظارهم عربيات النجدة والاف في اي اللي بتحقق معاهم بسبب اختفاء الطيارة من 5 سنين، وانهم دلوقتي في 2018 مش في 2013 زي ما كانت الرحلة وهي بتقلع، وانهم دلوقتي في اعداد الموتى والمفقودين بالنسبة للحكومة. وبعد التحقيق معاهم لمدة ساعات بيكتشفوا ان مفيش حاجة غريبة عندهم، فبيطلقوا سراحهم وبيروحوا بعدها مع اهلهم، اللي بينهم كال اللي بيشوف اخته التوأم بقت اكبر منه في السن ب5 سنين، وجريس مرات بن كمان بتكون كبرت وفرحانة برجوع جوزها جدا وابنها. وبترجع ميكيل لمركز الشرطة اللي كانت شغالة فيه، وبتكتشف ان خطيبها وزميلها في الشغل السابق اترقى واتجوز صاحبتها الانتيم، فبتحزن جدا وبتروح لكال اللي بيكون اخترعوا علاج لمرض ابنه. ونرجع لميكيل تاني اللي بتسمع صوت في الباص بيأمر السواق انه يقف، من كتر ما الصوت بيكون عالي بتكرر الصوت لغايه ما الاتوبيس بيقف فعلا، وبتقدر تنقذ حياه الولد الصغير اللي كان هيخبطه الباص في الوقت ده. وبنروح لدكتوره سوني اللي قبل اختفائها كانت مقدمه بحث لعلاج الكانسر، وخلال اختفائها بيكون البحث ده نجح وبيتعالج بيه افراد كتير جدا، وبيحتفلوا بيها في المستشفى. وبالليل بنكتشف ميكيلا نفس الصوت، لكن جايه لها هي وبن الاتنين مع بعض، وان هما يصرحوا كلبين محبوسين، فبيعملوا كده. لكن تاني يوم بياخد جيرارد ميكيلا علشان تعتذر لصاحب الكلاب، لكنها بتكتشف ان الصوت كان عايزها تحرر بنتين من اسرهم مش الكلبين، وبيكونوا البنتين مخطوفين من صاحب الكلب نفسه من ايام، وبيحتفلوا بيها في مركز الشرطة علشان شطارتها وانها حلت القضية اللي جيرارد قاعد بقاله شهور بيحلها، وان هي انقذت البنتين. وبنروح لبن اللي بيقابل براد واللي كان معاه على نفس الرحلة، وبيسمع نفس الصوت وبيأمره ان هو يساعده، وبيعرف منه انه خلال 5 سنين اختفائه في الرحلة ابنه الوحيد اتحبس بسبب سرقة محل، لكن براد بيكون حاسس ان هو بريء، فبياخد اذن من ميكيلا علشان تجيب لهم زيارة ليه، وبيتأكدوا من الشاب انه ما سرقش، وان هو بس زور الهوية بتاعته علشان يقبلوه في الوظيفة. وبسبب الاصوات بيقدر بن يعرف مكان المسروقات، وان اللي سرق المحل هو ابن صاحب المحل نفسه بسبب حقده على ثروة ابوه. وبعدها بيطلقوا سراح براد. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.